هو أنا لو عملت مشروع تربية 500 فرخة بياض في البيت ممكن يطلع لي ربح شهري 8000 جنيه، وفي نهاية المشروع 120 ألف جنيه. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل مع بعض دراسة جدوى واقعية لتربية 500 فرخة بياض في البيت. في الأول هوضح كام نقطة كده قبل ما ندخل في دراسة الجدوى. أولا قلنا تربية 500 فرخة بياض في البيت، يعني مفيش إيجار بيندفع، مفيش مصاريف عمال بتندفع. تاني حاجة دراسة الجدوى للناس اللي بتشتغل صح وبتنتج إنتاج بيض مناسب لكتالوج السلالات. يعني ببساطة وملخص الموضوع، الأرقام اللي هتبقى موجودة في الفيديو مناسبة للناس اللي بتبدأ صح وبتشتغل صح وبتقدر تحافظ على الطيور اللي عندها، وبيكون عندها علم وخبرة أو متابعة مع حد فاهم بيمشي لهم الموضوع بشكل كويس. الناس اللي انضحك عليها في الفراخ البياض واشترت فراخ بياض مش مناسبة للعمر، او اشترت فراخ بسعر غالي، او كان عندها مشكلة في التحصينات وتأسيس الفراخ ونزول في نسبة الانتاج، فاكيد الفيديو هيزعلهم لان الارقام اللي فيه مش هتكون مناسبة للارقام اللي شافوها على ارض الواقع. يلا بينا نبدأ في دراسة جدوى مشروع تربية 500 فرخة بياض. اولا سعر الفراخ البياض النهاردة الفرخة عمر 100 يوم من 250 ل 280 جنيه. لو قلنا 500 فرخة في سعر 260 هيطلع معاك 130 ألف جنيه تمن شراء الفراخ عمر 100 يوم. نقف عند النقطة دي وننبه الناس على حاجة مهمة. أول حاجة، الفراخ اللي بتتباع عمر 100 يوم في السوق معظمها مش واخدة برنامج تحصينات كامل، لأن ده شغل تجاري، والمزارع اللي بتربي الفراخ 100 يوم هدفها المكسب، فبيحاولوا ينقصوا برنامج التحصينات عشان يوفروا مثلا في كل فرخ 15 جنيه أو 20 جنيه. دي حاجة. تاني حاجة، الفراخ البياض اللي موجودة في السوق اللي انت بتشتريها عمر 100 يوم هي أساسا بتبقى عمر 75 يوم أو 80 يوم. يعني انت بتقول له أنا عايز فرخة 100 يوم، هو بيستغلك لأن انت ما عندكش خبرة، بيديك فرخة عمر 75 يوم على إنها 100 يوم. والكلام ده بيحصل في 80 أو 90% من المزارع اللي بتبيع فراخ عمر 100 يوم. فانت خد بالك بقى من النقطة دي. تاني نقطة معانا وهي استهلاك العلف للفرخ الواحد لحد ما يوصل نسبة إنتاج 50%، اللي هي النسبة دي بيكون الفرخ بدأ يغطي تكلفته الفعلية في الوقت ده. الفرخ بيستهلك 5 كيلو علف، يعني انت عندك 500 فرخة هيستهلكوا علف بمتوسط 45 ألف جنيه من عمر 100 يوم لحد الفراخ ما تدخل عندك في نسبة إنتاج 50%. طبعا الفراخ دي ما بتشتغلش ولا بتوصل لقمة الإنتاج من غير ما تحافظ على برنامج التحصينات وعلى الأدوية. التحصينات من عمر 100 يوم لحد ما تدخل في نسبة الإنتاج وتوقف برنامج التحصينات هتكلفك حوالي 4000 جنيه لل500 فرخة. بالنسبة للأدوية 5000 جنيه، وانا كده عامل حساب ان انت هتمشي على برنامج تحصينات كامل، وانك هتدي الفراخ دي ادوية وفيتامين شبه يومي بحيث انك تأسس الفرخ ده لإنتاج البيض قبل ما يدخل معاك مرحلة الإنتاج. ضايفين برضو استهلاك المية أول شهرين 1000 جنيه، والكهرباء 2000 جنيه، وعاملين حساب الجير والنشارة وأدوات التطهير 2000 جنيه. لو جينا حسبنا إجمالي المصاريف دي هتلاقي 180 ألف جنيه تكلفة 500 فرخة لحد ما يدخلوا معاك في نسبة إنتاج 50%. يعني تقريبا متوسط تكلفة الفرخة 360 جنيه من عمر يوم لحد ما توصل معاك نسبة إنتاج 50%. لو التكلفة زادت معاك عن كده اعرف ان الموضوع مش هيلم معاك في نهاية المشروع، وهتبقى كده التكلفة غالية. نيجي بقى لفترة الانتاج اللي هي متوسط 15 شهر، وفي ناس بتقعد الفراخ اكتر من كده وفي ناس بتبيع الفراخ قبل كده. دي بتفرق معاك حسب انت نسبة الانتاج عندك كام لما توصل 15 شهر، وهل سعر البيض بيبقى مناسب ليك ولا لا. عامة هي نسبة الانتاج الطبيعية 15 شهر، ومعدل استهلاك العلف للفرخ الواحد في اليوم 110 جرام. طيب انت دلوقتي هتأكل الفراخ 110 جرام، الفرخ الواحد هياكل كل يوم 110 جرام في 450 يوم اللي هم 15 شهر، يعني متوسط 49 كيلو ونص لكل فرخ. يعني 500 فرخ هياكلوا متوسط 25875 كيلو. طيب الفراخ دي هتستهلك علف بقد ايه؟ ب421 ألف طول فترة الإنتاج. في مصاريف أدوية وتحصينات طول فترة الإنتاج بمتوسط 30 ألف جنيه. مصاريف مية
وكهرباء ونشارة وجير وأطباق بيض فاضية، متوسط 25,000 جنيه. احنا بنقول متوسط، وممكن الحاجات دي تبقى أعلى من كده وممكن تبقى أقل من كده، حسب انت بتدير مشروعك ازاي، وبتحافظ على الطيور اللي عندك، وبتوفر في الأدوية، وبتوفر في كل حاجة. بالنسبة للتكلفة كاملة كده 655,000 جنيه. يبقى احنا كده قلنا تكلفة الفراخ من عمر 100 يوم 180,000 جنيه، زودنا عليهم العلف والأدوية والتحصينات، بقت التكلفة لحد نهاية الإنتاج 655,000 جنيه. نيجي بقى لنسبة إنتاج البيض. نسبة إنتاج البيض بتوصل معاك في أول 5 أو 6 شهور لنسبة 90%، وبعد كده بتبدأ تقل بشكل تدريجي، وممكن تنزل معاك برضو بشكل سريع لو هملت الفراخ اللي عندك، أو كان عندها مشكلة ببرنامج التحصينات وتعرضت لإصابات فيروسية، فنسبة الإنتاج بتنزل معاك. احنا خلينا في الوسط، هنحسب على نسبة إنتاج 80% على مدار 15 شهر. يعني هننتج بيض 6000 طبق طول الدورة كاملة. سعر طبق البيض 125 جنيه، ده متوسط السنة. ممكن يبقى أعلى من كده وممكن بينزل بعد كده، فاحنا حاطين 125 جنيه سعر وسطي. كده هنبيع بيض ب750,000 جنيه. لو جينا بقى نحسب 750,000 تمن بيع البيض ناقص 655,000 اللي احنا كنا صارفينهم على المشروع بالكامل حتى بالعلف اللي احنا اشتريناه، هتلاقي فيه مكسب 95,000 جنيه في نهاية الدورة. تمن بيع الفراخ متوسط 25,000 جنيه، يعني الإجمالي 120,000 جنيه في نهاية الدورة. طبعا أنا حاسب كل التكاليف، بس في حاجة احنا ما حسبناش، لا إيجار مكان ولا مصاريف عمال، لأن احنا قلنا ده مشروع بيتي. بالنسبة للناس اللي عايزة تدخل المشروع ده وعايزة تتابع معانا، فمتاح معانا متابعة شهرية وبأسعار مناسبة للجميع إن شاء الله.